السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم قناه مطبخ ياسمين واشراف. عواشر مبروكه، يدخل علينا سيدنا رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر ومغفره الذنوب ان شاء الله يا ربي. اليوم جبت لكم واحد عجين بيتزا صراحه كتجي زوينه بالقمح الكامل. غيتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير وما تنسونيش بالله الا كتديروا لكم كومونتير زوين. ندوزو المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. خديت واحد البول ولا بانيو ولا قصريه اللي عندكم، غادي نضيف عليها واحد تقريبا واحد معلقه كبيره ديال خميره الخبز على حساب الجو، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال السكر ولا العسل اللي ما عندكمش السكر، وغادي ندير 2 كيسان وحتى 3 الكيسان ديال الماء دافي. بالنسبه للماء على حساب تكثروا تكون عندكم كميه او كونتيتي كبيره بزاف باش ديروها في الكونجيلاتور، لكم الاختيار. المهم الماء على حسب القياس اللي غتحتاجوا. انا غادي ندير غير 3 الكيسان، الثالث راني ضفتو صافي. غادي نخلط هادشي، من بعد غادي نضيف دقيق الفورس او الدقيق الابيض. غادي ندير تقريبا غير واحد كاس هكاك، كاس ديال العنبه ولا كاس ونص، وغادي نخلط هادشي مزيان وغادي نخليه حتى يخمر، حتى تبان لكم الخميره ضعف الحجم ديال هاد الخليط هذا. عاد من بعد غادي نوريكم اشنو غادي نضيف عليه. كما شفتوا معايا ملي ضعف لينا هاد الخليط ما بين الطحين والخميره والسنيده، غادي نضيف نص كاس ديال الزيت وكاس معمر كما كتشوفوا زيت البلديه، وغادي نضيف شويه ديال الملحه، وغادي نضيف شويه ديال الزعتر راني طحنته درتو في هاد القرعه. اختياري، الا بغيتو ديروا ما بغيتوش ما ديروش، كيجي زوين مع هاد العجينه هادي. صافي غادي نضيف الطحين القمح الكامل حيت لي غير النخاله كما كتشوفوا غربلته في الغربان ديالو. صافي غادي نبدا نضيف وغادي نبدا نجمع العجينه. في الاخر غادي نضيف غير شويه ديال الفينو، اختياري، اللي ما بغاش بلاش يكمل غير الطحين ديال الزرع، او الطحين هنا شويه ديال الكامل بلديه من الفوق. صافي وغادي نخليها تخمر مره ثانيه الحجم ديالها ونعاودو نطلقها مره ثانيه. خصها تخمر ضروري تضاعف الحجم ديالها مزيان، وغادي نخليها نغطيها عاوتاني مره ثانيه وغادي نخليها تخمر. بالنسبه لهاد النوع ديال هاد الفرماج هذا الموتزاريلا صراحه كيجي زوين كيتجبد زوين. الزرق هذا احسن من داك الكحل والاحمر. الكحل والاحمر غير المذاق، اما هذا اللي كيتجبد هو هذا الزرق هذا زوين. الثمن ديالو كيدير 65 درهم. انا غادي نقطعو شكل مربعات وغندير لهم السلوفان. بغيت نوريكم غير الطريقه ديال الحكان باش ما يبقاش يلصق لكم في الحكاكه. انا غادي نقسمهم، غادي نديرهم في بلاستيك الغذائي، والطرف الاخر غادي نقطعو على شكل طولي باش الا بغيتهم شي سيجار ولا شي حاجه نحتاجهم، والاخر غادي نحكو في الحكاكه.
غادي ندهن الحكاكه بشويه ديال الزيت، ضروري دهنوه بشويه ديال الزيت صافي وحكوها عادي، ما كيلصق ما والو صراحه، كتبقى الحكاكه نقيه وما كيبقاش في هذاك التعليكه ديال الفرماج. المهم هذا المقطع هذا بغيت نوريكم كيفاش ندير هاد الطريقه ديال هاد الفرماج، كيفاش كنحكو، كيفاش كنحتفظ فيه في الكونجيلاتور. من بعد ما خمرات العجينه كما كتشوفوا هو ضاعف الحجم ديالها، صافي غادي نشكل مكورات صغار. هنا خلطت في هاد السلافه ما بين الفينو ما بين الطحين الكامل. بالنسبه لهاد العجينه غادي نقسمها على 3، غادي نخرج الهواء من العجينه، شي وحدين غادي نقطعهم صغار واللي باقي غادي نديرهم موين، ما هما كبار ما هما صغار، باش كيجيو في القياس وكيجيو زوينين في المنظر، وحتى في التبصيل اللي حطيتهم في الطبيله كتبان داكشي متول. المهم انا غادي نقرصهم نوربهم كما كتشوفوا بهذا الطحين الكامل والفينو. بغيتو ديروا غير واحد فيهم ديروه صافي، غادي نخليهم يرتاحوا، نغطيهم بواحد السيف وغادي نخليهم حتى يرتاحوا شويه صافي، عاد نقرصهم. بالنسبه لهاد لاصوص اللي عملت، خديت غير واحد 4 ديال المطيشه قطعتهم طريفات، درت معاهم واحد شويه الملحه، شويه البزار، شويه تحميره، واحد طرف ديال البصله، واحد نص ديال الخيزو. ما عنديش فلفله حمراء، اللي عنده يستعملها صافي. ودرت شويه ديال الماء زير، شويه ديال الزعتر وشويه ورقه زيت ناموسه، درتهم فوق البوطه وشويه زيت البلديه، خليتهم حتى طابات شي مزيان، وعاد صفيتهم طحنتو صفيتو، حيت داك الورقه ديال زيت الناموسه وطحنتهم وصفيتهم في الصفار صافي، وعاودت شحرتهم مزيان فوق البوطه حتى ولاو بحال هكا كما كتشوفوا. كتجي لاصوص من بعد ما ارتاحت العجينه كما كتشوفوا بديت كنكرس فيها، كرسوها عادي واحد بعد غادي ندير المدلك معلقه تقريبا باش نقطعهم على شكل دوائر، نعطي شكل حك، نقطع اللي بغيتو خضراء دوائر، وعند الحجم لكم الاختيار فيه. المهم انا غادي نديرهم صغار شويه، وانتم تكرسوا وانتم كتستعملوا داك الطحين ما بين الفين وما بين الدقيق الكامل. صافي انا غادي نستعمل هنا المدلك وغادي نقطعهم وغادي نحطهم فوق الطاول. الفران راه سخون، غير يتشمعوا شويه، ما غاديش يطيبوا، غندير لهم غير نص طيبه حتى نحتاجهم، حتى ديك الساعه نطيبهم. وغادي نوريكم الشكل كيفاش جاو. شوفوا معايا ملي طابوا دخلتهم للفران غير نص طيبه، ما خليتهمش يتحمروا بزاف، حيت باقي غادي نعاود نطيبهم، ندير لهم العماره ونعاود نطيبهم. كما كتشوفوا كيجيو زوينين، كيجيو شكل واحد، كيجيو في هذا القياس كما شفتوا معايا. انا غادي نوريكم كيفاش كيجيو، غادي نعمر واحد جوج قدامكم باش تشوفوا كيفاش كتجي بالنسبه للحشوه ولا العجين ديال البيتزا ولا لاصوص. غير جربوه راه كيجي زوين. صافي انا خديت العجينه ما درتهاش نص طيبه، راه خضره هذه كما كتشوفوا. انا غادي نعمرها قدامكم. غادي ندير لاصوص اللي عملت، ومن بعد غادي نضيف شويه الفرماج الموتزاريلا اللي حكيت قدامكم، ومن بعد غادي نضيف الطون والفلفله خضراء دوائر، وغادي نضيف شويه ديال الفرماج من الفوق، غادي نضيف الزيتون مقطع وعاد الفرماج وشويه ديال الزعتر اللي طحنته، وغادي نضيف شويه ديال الزيت البلديه من الفوق صافي. غادي ندخلهم الفران يكون سخون بزاف، يكون تكون الحراره ديالو مرتفعه، غير تدخلوهم باش يتنفخوا وغادي يتحمروا. هذه الطريقه اللي كنعمل انايا. المهم غادي نستمر بحال هكا
حتى نوريكم ان شاء الله الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا اللي قدمت لكم اليوم. صراحه كتجي زوينه، او عجين بيتزا صراحه غير جربوها، راه كتجي زوينه وكتجي فتيه ورطبه. غير جربوها. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. ما تنسونيش بلي لايك وكومونتير زوين. تلاقاو فيديو جديد وبصحه والراحه. الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه وبطول العمر باش ما تمنيتو يا ربي.